النهاردة أنا جايبة لكم وصفة جميلة لعمل الفطير المشلتت من غير دقيق ومن غير فرد ومن غير عجن. يلا نبدأ بقى. نجيب الحاجة اللي هنستعملها. دول كوبايتين زبادي كبار على كوباية سمنة سايحة. السمنة دي سمنة كريستال ومسيحة عليها زبدة صفرة. كوباية كوباية سمنة سايحة، كوبايتين زبادي، معلقة كبيرة بيكنج باودر، رشة ملح، رشة سكر. ده اللي احنا هنحطه في البولة الازاز. حلو الكلام. لقيت ان السمنة محتاجة شوية، حطيت اهوت حوالي معلقة كبيرة كمان. هاتي بقى صينية يلا ودهنيها بالسمنة. بعد كده طبعا بتكوني جايبة لفتين جلاش عشان تعملي صينيتين حلوين من الفطير. انا طبعا اللفتين دول انا ما استعملتهمش كلهم، شلت حوالي كده، يعني انا استعملت تقريبا لفة ونص للصينيتين وشلت نص لفة. طبعا نص لفة دي ممكن بقى احطها في الفرن كده احمصها واعمل بيها ام علي. بصي حضرتك بقى هنفرد كده ورقة الجلاش وندهنها بالخلطة اللي انا عملتها. الخلطة دي فيها كوباية سمنة سايحة، معلقتين كبار دقيق، معلقة كبيرة بيكنج باودر، رشة ملح، رشة سكر. نفرد ورقة الجلاش وندهنها بالخليط دوت طبعا، وكوبايتين زبادي كبار. نفرد ورقة وندهنها بالخليط. نفرد بس تخلي نص الورقة بره الصينية. ليه؟ عشان زي ما انت شايفة كده اهو. نروح بقى كده ايه لما خلاص خلصنا ورصينا الورق كله، نطبق بقى الورق بتاعنا اللي احنا كنا فاردينه بره، وبنفس الطريقة برضو ندهنه بالخلطة اللي انا عاملاها. الخلطة دي يا جماعة بتخلي الفطير حلو قوي قوي، وكأنك عاملاه بعجين وكأنك عاملاه فرداه، يعني مفيش فرق خالص. كده بتقفلي بقى الصينية اهوت بكل ورق الجلاش اللي كان بره الصينية، وكل ما تدخلي ورقة تدهنيها بنفس الخلطة. حلو الكلام. حلو الكلام. لو اتقطعت منك ورقة ولا حاجة وانت شغالة مش هيجرى حاجة، حطيها في قلب الصينية. كده كده ده فطير مشلتت وبيبقى القلب بتاعها مورق. الطريقة دي يا جماعة سهلة قوي للناس اللي بيحبوا الفطير المشلتت بس ما بيقدرش يعملوه، لان هو بصراحة يعني برضو متعب وبياخد وقت. كده انا جبت ورقة جلاش كمان قفلت بيها بقى الصينية زي ما انتم شايفين كده، وهدهن برضو وشها بالخلطة. بصوا بقى كده، دي بعد ما طلعت من الفرن بصوا مورقة ازاي وجميلة ولونها ذهبي وحلوة قوي. اهم حاجة تخلي بالك من السوا بتاعها على 180. دي كده انا عملت صينيتين، واحدة منهم قسمتها في اطباق زي ما انتم شايفين كده، كل واحد ربع. اللي عايز بقى ياكلها بجبنة، اللي عايز يرش عليها عسل، اللي عايز يرش عليها سكر بودرة. انا عملت الاكلة دي لاني انا كنت متغدية بره وقلت اعمل حاجة خفيفة للعشاء. اهي بصوا الصينية طالعة جميلة ازاي من تحت ومن فوق، لونها ذهبي يا جماعة. بصراحة فكرة عبقرية وجميلة، ولو جربتيها مش هتندمي أبدا. عايزة تعملي فطير لولادك لو هم بيحبوه، هتعمليه في أقل من ربع ساعة أهو. طلعت جميلة جدا، ما خدتش حوالي، يعني انت هتعمليها في ربع ساعة وهتقعد في الفرن حوالي ربع ساعة. بصوا جمالها من تحت كمان ذهبي ازاي ومقرمشة. بصوا ده كده من قعر الصينية. فطيرة مورقة وجميلة وشكل ولون وطعم وسهلة في العمايل. جربيها ومش هتندمي وهتدعي لي. ويا ريت تعملي لي لايك وتشتركي عندي في القناة وتعملي لي إعادة نشر للفيديو. أهم حاجة إعادة نشر للفيديو علشان غيرك يستفيد. وأترككم في رعاية الله وأمنه، وإن شاء الله وصفاتي تعجبكم، وأتمنى إن انتوا تعملوا الوصفة دي هتعجبكم قوي. ممكن تاكلوا الفطير ده مع جبنة مع عسل، زي ما تحبي. إن شاء الله تعمليها وتعجبك، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسيش اللايك.